بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة إلى الحبشة، سيرة للصف الأول الإعدادي الأزهري. الهجرة الأولى إلى الحبشة أول هجرة في الإسلام. أول هجرة في الإسلام اشتد على الصحابة التعذيب، الصحابة اتبهدلوا وتعذيب، وكل الناس اللي سيد من أسياد قريش عنده عبيد أسلموا يقطع فيهم، ما حدش يقول أنت بتعمل إيه. ما هو البني آدمين زمان العبد ده زي الدبة زي الحيوان، ملوش أي سعر عند سيده، يقتلوا يموتوا يعذبوا، ما حدش يقول أنت بتعمل إيه. هو حر في اللي بيعمله في العبد اللي عنده. فكان ناس طيبين وغلابه وما لهمش لا نسب ولا لهم حسب في البلد ولا لهم سلطه. فكان لما حد يخش الاسلام من الناس المستضعفين دول، سيده يعذبه زي ابو جهل كده ابن هشام، ماشي، كان يربطه يعيده يحبسه، لو اخوه بقى يحبسه. يعني اخوه ابو جهل ده كان ليه اخ من الام، كان بيحبسهم عادي. لكن ناس تانية من قبيلته وضعاف والسيد كان يمسكهم يعذب فيهم ويضربهم ضرب عنيف. فالصحابه اشتد عليهم الاذى والالم. فده ليه؟ للتمحيص. لذلك سوريا، اللي بيحصل في سوريا ده ناتج عن حاجه هتحصل في الامه فيما بعد، في حاجه هتحصل في الشام. ربنا بيجهز المنطقه دي لحاجه اعظم، في حاجه كبيره هتحصل. ليه؟ التمحيص للبشر ينتج عنه معدن ثمين وثقيل يتحمل. يعني احنا عشنا في بلاء قبل كده كتير، شفنا بلاء قبل كده، تشوفنا في البلاء حديد، ولا يهمنا اي حاجه في الدنيا دي كلها. لحظه البلاء بيشتد عليك البلاء تشداد صلابه. النعمه للمسلم اسوأ من البلاء. النعمه بيفك ايماننا، وان الايمان يبقى ضعيف والناس تبقى هزيله في عبادتها وفي طاعتها. في المحنه الناس بتبقى على طاعه عاليه جدا، وعلى التزام عالي جدا، وعلى تمسك بدين الله عالي جدا. مع الدنيا ما تقول لذلك لا الدنيا لا الفقر اخشى عليكم. انا مش خايف عليكم الفقر للصحابه، ولكن اخشى عليكم الدنيا. مشكله الدنيا اللي فتحت هتبص هتهلك كل حاجه. فبالتالي بيحصل في سوريا دلوقتي حاليا ده شكله كده بايذان ان في مرحله جايه هتحتاج رجاله، والرجاله ما يتربوش في جنان وحدائق وبساتين ودلع وايه او كلام من ده. لازم يكونوا رجاله وحاجه عصيبه تطلع منهم ايه؟ المعدن الجميل. فاهم اللي انا بقوله ده؟ فالصحابه حصل معاهم كده. انا اسلام جه والرسول موجود، المفروض ده حاجه جميله بقى ولذيذه والبتاع واخر حلاوه وجمال. لا يا حبيبي، امال فين الرجاله هتشيل الدعوه؟ فين الرجاله اللي حجات في سبيل الله؟ فين الرجاله اللي هتحمل الرايه؟ يبقى لابد من صهر هذه المعادن بنار المحن ونار الابتلاء حتى ينتج عنها عنصر قوي يتحمل المرحله. لذلك الصحابه اللي انت تقول كده، لا هو ده مش النبي، ودول الصحابه واحسن ناس في الدنيا في الوقت ده، طب ربنا بيعمل فيهم كده ليه يا جدع؟ الله ولنبلونكم، ده ربنا بيبتلي عشان يعرف منكم مين اللي جاهز للمرحله، مين اللي هيشيل الرايه بعد كده. النبي هيموت صلى الله عليه وسلم، الصحابه هتموت، الجيل ده هيربي اجيال تحمل الرايه لغايه ما وصلت لغايه عندك. بس احنا العمليه مالت مننا وعامت مننا لاننا مش رجاله زي دول. احنا ما احناش رجاله، احنا ذكور. نحن ذكور. هل نحن رجال؟ كلمة رجال لا تطلق إلا على الرجل الذي يتحمل. رجال لا تلهيهم تجارة من المؤمنين رجال صدقهم. يبقى إذن الرجال لفظ جميل قوي، بس مش كل الناس رجال. دول شنبات، ناس ذكورة ماشي، ذكر يعني جنسه ذكر، لكن جنسه راجل لا، الراجل ده قليل قوي. الرجاله اللي هم يتحملوا تبعيه المرحله. كويس؟ فاهم الحته دي؟ الصحابه كده بقى. ان النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه ان يرى اتباعه يتعرضون للاساءه والتعذيب، فاشار على اصحابه يذهبوا الى بلاد الحبشه. النبي لما شاء الدنيا كده صعبه قوي، لازم يعمل بذره ومكان للدعوه في مكان تاني عشان يستثمر هذه الدعوه ويكون مكان امن. فامر الصحابه بالهجره الى الحبشه. وكانت الحبشه النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها ملكا اسمه النجاشي لا يظلم احد عنده. راجل مش مسلم وبس كويس، ما بيأذيش حد، ما بيعذبش حد، ما بيظلمش حد. حلو. فخرج المسلمون اليها مخافه الفتنه، فكانت اول هجره في الاسلام. عددهم قد ايه بقى؟ 11 رجلا، منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عمام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ومن النساء 4، يبقى 11 وكام؟ و4. 11 وكام يا عم زياد يا عم مروان؟ 11 وكام؟ و4. وخرج النساء منهن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفداء، يعني بنت النبي راحت في هاجرت وسافرت وتعبت وعملت. مش النبي ولاده يبقوا معززين مكرم، ده انا باشا وابن باشا وكلام من ده وسياده المستشار وسياده البتنجان، لا، ده رسول خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك هل هو نفسه صلى الله عليه وسلم ما جاش لفتنه ليه؟ ما هو رسول، بالعكس اتأذى واتضرب بالحجارة، وأدمي قدمه الشريف أدمي من الحجارة في الطائف، وهنا وكان يتعب ويألم بسبب الدعوة لدين الله عز وجل. وهنا زوجته اهي برقية كانت زوجة سيدنا عثمان، تقول لك لا أنا مش رايحة، أنا هقعد عند بابا، أنا مش هتجوز بره بيت مش عارف مين في البلد عشان بابك مين يا بابك مين يا حاجة وبتاع. تقول لك لا انا ما اخدمش حماتشي، والله حماتشك ازاي ما هي ماما جابت لك ذكر راجل، ما تخدموش ازاي يا حاجه. لذلك لما تيجي في السيره هذكر لك موقف لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم روعه في الجمال. امراه تبص تقدر بملايين، لا تقدر بمال اصلا، حاجه ما حصلتش. جوزها كان كافر وكان بيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، جهزت له فرسه وطعامه وذهب. وعندما عاد لما الرسول أسره ورجعه فداء، لما عرفت راح بعت القلادة بتاعت السيدة خديجة لفداء زوجها. فرق الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة بتاعت السيدة خديجة، فقال هذه بنيتي تستفدي زوجها وأرسلت إلي، فيعني بيشير على أصحابه. فأمروا يعني أذن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يمشي، فرجع فقالت إليك عني، لأنه خد عليه شرط ترجع لا تقربها ولا فهي لم تستحل لك بعد الآن فأنت كافر وهي مؤمنة. فلما رجع جاءت ترحب بي، قال إليك عني. قالت وهل قصرت في حقك؟ أنا عملت حاجة تزعلك؟ هو أنا في حاجة عملتها غلط؟ يا نهار أبيض يا جدعان. وبعدين قال لا، فقد يعني عفى عني والدك على ألا أقربك وعلى أن تذهبي إليه، وانا اشترط خلاص هلتزم بشرطي، هلتزم بالاتفاق مع والدك. وبعد كده اسلم. ايه الجمال ده؟ وبعد كده اتجوزت سيدنا مين؟ عثمان. فالمهم الجمال ده الحاجات اللذيذه دي وريحت، يعني شفت الجمال والحاجات اللذيذه. ايه المهم الهجره الثانيه بقى، هجره المسلمين الثانيه الى الحبشه كانت في السنه السادسه من الارقام دي 616، السادسه من الهجره 616. وسببها وجد المسلمين ان موقف قريش لم يتغير لما المسلمين راحوا وعاشوا هناك. في واحد جاي من العرب، ما أحوال قريش ومحمد؟ قال لقد فتح لمحمد وآمن الناس جميعا. الناس الإشاعات فظيعة، فالناس جم يجروا الله أكبر، مكة هداها الله لدين الإسلام، ورجعوا كلهم. أتاري ما كانش حاجة حصلت، بالعكس ده العذاب مشتد على الناس والبلاء مشتد على الناس، فرجعوا اتمسكوا تاني واتبهدلوا تاني. فحصل هجرة بالليل بقى خفية تاني للحبشة المرة تانية خلاص. ولذلك فكر من هاجر الهجرة الأولى أن يعود إليها. ده احنا كنا عايشين معززين مكرمين هناك، وكان بشوات يا باشا، وكان الملك يعني مخليها براحتنا، نروح نبهدل ليه؟ ماشي يا عمي. طيب ما عدد الهجرة الثانية بقى؟ لا ده زادوا بقى 83 رجل. ده كانوا 11. ما الدنيا وسعت والناس كترت وعايزين يخلعوا من القرف اللي هم عايشين فيه في التعذيب ده. و11 ست، 11 واحدة ست وصلوا إليها وأقاموا مدة ترسم عادوا منها بعد أن أذن الرسول اللي بعد تعالوا. مفيش إشاعات بقى، لا احنا تعالوا، احنا خلاص ايه هنبدأ، يعني هنبدأ مرحلة جديدة. موقف قريش من المسلمين، طبعا قريش لما لهم بيهاجروا قالوا هيخرجوا يعملوا بؤرة تانية تبقى مصيبة. لا يا عم. من أجل ذلك أرسلت قريش إلى النجاشي عمرو بن العاص. كان عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان عبقري، وكان داهية، يسموه داهية العرب. كان ذكي جدا وسياسي من الدرجة الأولى، من الطراز الأول، دبلوماسي من الطراز الأول. يعني أي حاجة قريش عايزة تحلها تبعت مين؟ سيدنا عمرو. فعمرو راح، سيدنا عمرو بن الخطاب راح، عمرو بن العاص راح، وعمارة ابن الوليد. أرسل قريش معهم هدايا نفيسة بقى عشان يعني يستميلوا النجاشي ليهم كي يرد المسلمين إلى مكة. فلما دخل على نجاشي قال له أيها الملك، إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا، يعني سابونا ومشوا ورغبوا عنا وعن ملتنا وتركوا ديننا، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت.
جاي لنا دين جديد لا نعرفه احنا ولا انت. وقد بعثنا اشراف قومنا لنردهم، احنا جايين ناخدهم منك، سلمنا الناس دي. فالنجاشي قال له اتفضلوا يا مرحب بيكم اهلا وسهلا، وكان على علاقه بعمرو، سيدنا عمرو كان صاحبه ماشي، وكان يعرفوا معرفه قديمه. موقف النجاشي من رد المهاجرين، رفض النجاشي ان يرد المسلمين الذين هاجروا اليه قبل ان يسمع. انا مش هسمعهم الاول، هاتهم يا ابني نشوف حكايتهم ايه. فجم لما جم المسلمين، لما سمع ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم لاخلاقه اسلم. طبعا سيدنا جعفر اتكلم وقعد يشرح الاسلام، احنا اسلمنا يعني اسلمنا، وكنا بنعمل ايه في بعض الزمان، وكنا فاكرمنا الله بايه؟ بنبي نعرفه ونعرف اصله ونعرف شرفه فينا، احسن واحد فينا واصدق واحد فينا وامن واحد فينا، فدعانا الى دعوه الاسلام فامنا. هيجي تاني يوم سيدنا عمرو يقول يا خالع مني الحته دي، عايزين يشوفوا الحته بقى نوقعوا فيها. بص يا سيدي الملك، ده بيقولوا على مريم قولا عظيما، يا انت ماشي انت مسيحي وبتاع ده مبهدئ إيه؟ طب ماشي هات نسمعه. ماذا تقولون؟ كاف يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وكمل مريم ودخل في قصة سيدنا مريم، حتى النجاشي نفسه ما قدرش يمسك نفسه، فقعد يبكي وينهنه من البكاء تأثرا بما جاء في القرآن عن مريم عليه السلام. يبقى انتوا جايين توقعوه في شر، لا ده هو اللي وقعكم وخلص الموضوع. فهمت يا عم؟ جميل. ورفض تسليم المسلمين، قال والله اذهبوا في بلادي لا يضركم ولا يوقفكم احد ابدا، انتوا احرار في بلدي الى ان تشاءوا. حتى لما جم يمشوا الملك نفسه قال لهم يعني ايه؟ انتوا في حد ضايقكم في بلدي؟ حد عمل لكم حاجه؟ لا احنا جالنا اذان من الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا، وقيل انه اسلم طبعا نجاشي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب. هجره اللي استفاد منه من الكلام ده، هجره المسلمين الى الحبشه، مشاركه المراه في كل حاجه. يبقى المراه مش زي ما كان اليهود بيعتبروهم او الجاهليه بيعبدوهم حاجه زياده كده ملهاش اي لازمه نحتاجها ونرميها بعد كده. عدل النجاشي رحمه الله، عدل النجاشي رحمه الله، ويبقى هنا العدل والاسلام. النجاشي كان راجل رغم انه مش مسلم، بس كان ايه لما راح للصحابه، بس كان ايه؟ كان عنده عدل وكان عنده انصاف. ماشي جميل. وده المطلوب في اي حد، مش شرط يعني انه يكون ايه واحد مش من غير اسلام ما نعملوش، لا نعملوه ونتعامل ونشوف نظامه ونشوف حاجه، مش مشكله خالص. طيب مقاطعه قريش، الدرس السابع. قريش بقى راحت عملت خناق داخلي ونفي داخلي للمسلمين. راحت لا نبيع لكم ولا نشتري منكم ولا تتجوزوا منا وتجوز منكم ولا تكلمونا ولا نعملكم، وقعدوا في الشعب ده. حته فاضيه ماشي، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه زمان قوي قبل بيت ابو النبي صلى الله عليه وسلم، دي شعب ابو طالب. فجم بقى في شعب ابو طالب ده حبسوهم، وممنوع اي حد يبيع لكم ولا يشتري لكم ولا. فسيدنا عمر الخطاب كان بيجيب اكل متهرب، والسيده خديجه كانت بتبعت لابن اخوها وتجيب، وكانت كانت الدنيا ماشيه بالعافيه. ماشي يا عم، 3 سنين حبس. تمام؟ عايز حاجه جميل؟ انا كمان نص ساعه واروح اجيب صور. يا ما كنت انت خدت الاول. شوف درس لسه فاضل لك قد ايه عشان لا ممكن نخلصه بسرعه مش هناخد حاجه. تمام. أن قريش رأت أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا أمنا واستقرارا، وأن جاشي قد منع وحمى من لجأ إلى المسلمين، أن حمزة بن طالب وعمر الخطاب أسلم، والغرض منهم من أجل ذلك كله. فكرت قريش في طريقة جديدة تفسد، عايزين نفسد الدعوة بتاعتهم. قررت المقاطعة، اتفقت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب مقاطعة تامة، فلا يتزوجون من نسائهم ولا يبيعون شيء لهم شيء ولا يشترون منه شيء إلى آخر الكلمة تقول لك ده. خلاص، وراحوا عاملين وثيقة وعلقوها فين؟ في الكعبة. استمرت هذه المقاطعة 3 سنوات، ما فيش تعامل مع الصحابة والمسلمين أبدا. طبعا الا واحد كان بيخلق حكيم بن حزام ابن اخي السيده خديجه يحمل اليهم الطعام في ظلام الليل، وكان هشام بن عمرو القرشي ياتي بالبعير محمول بالطعام فيسير ليلا الى اخره، وكذلك زهير بن اميه. ذهب زهير بن اميه في الصباح الى الكعبه فقال والله ان هذه وثيقه وثيقه ظلم. ثم نادى ايها الناس اناكل ونلبس الثياب ونبن هاشم وبن عبد الله هلك والله لا اقعد حتى اشق هذه الصحيفه. فجاء ابو جهل لقى الناس بتوافقوا في راي، فقال والله انه لامر دبر بليل، ده انتم متفقين مبيتينها من بالليل يا جدعان، انتوا هتضحكوا عليا انا. المهم راحوا جايين علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهي النمل النمل الابيض اكلت الصحيفه ولم يبق منها الا باسمك اللهم. فطبعا راحت سيدنا ابو لعم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، اللي هو ابو طالب، فراحوا له فقالوا له كذا كذا، قال ان ابن اخي يزعم ان كذا كذا كذا، والوثيقه فجمله الوثيقه فعلا ما اتاكلتش وفيها باسمك اللهم، ففضت الحكايه دي وخرجوا من الشعب.
طبعا خاطب الحاضرين عند الكعبه في رؤساء قريش، قال قد اخبرني ابن اخي انا وستقوم اكلتها الارض وحصل كذا كذا، فراحوا شافوا الموضوع بجد. فوقع الحاضرون على رؤساء قريش على اقتراحه وكشفوا الوثيقه، لقوا ان فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مظبوط. المهم باثر ذلك الاثر تهلل وجه ابو طالب، رغم ان ابو طالب ما اسلمش لكن كان بيحب الخير للنبي صلى الله عليه وسلم، وعم وجوه المشركين الحزن الكعبه. خروج بني هاشم